مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا تحديث جديد اضافه تطبيق الانستغرام بخصوص نسخ رابط الفيديو وميزات اخرى. ولكن قبل ما نبداو في الشرح ديال الفيديو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ودابا غادي ندوزو للشرح التطبيقي. اول حاجه ملي كتدخلوا الانستغرام وكتشاهدوا اي ريلز وبغيتوا انكم تنسخوا الرابط ديال داك الريلز وتصيفطوه لشي شخص في القائمه ديال الاصدقاء، قبل كنتوا كتضغطوا على 3 نقيطات اللي كاينين لتحت وكتنسخوا الرابط. ولكن دابا مع التحديث الجديد يكفي انكم تضغطوا على العلامه ديال المشاركه اللي كاينه في الاسفل. من بعد ما كتضغطوا على هذه الايقونه هذه كتنبثق معكم هذه الواجهه هذه. في حاله بغيتوا انكم تصيفطوه لشي صديق كتضغطوا على داك الصديق وكتصيفطوه ليه. وهنايا لتحت كما كتشوفوا نضافوا عندنا ميزات جديده اللي هي بارطاج، كوبي لينك، وكاين واتساب، وكاين ميسنجر، وكذلك سناب شات. هنا غادي نرجعوا فين كاين كوبي لينك كتضغطوا عليها كما كتشوفوا كوبي، يعني صافي قمنا بنسخ ديال الرابط. ولا بغينا كذلك نضغطوا على بارطاج كتضغطوا على بارطاج وكتظهر معكم هذه الواجهه هذه. في حال بغيتوا انكم تحطوه في الفيسبوك او الانستغرام او الواتساب عندكم الحريه كامله. وهذه هي الميزه الجديده اللي اضافها الانستغرام كما كتشوفوا، يعني سهله بزاف حسن من قبل. فقط كتضغطوا على العلامه ديال المشاركه كتقوموا باي خطوه بغيتوها. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح اللي درت لكم. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها في الكومنتير، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.